منتخب مصر ينجح في الصعود لدور ال 32 من دور المجموعات. طبعا ده إنجاز على غير المتوقع، يعني الحمد لله. عملنا دور مجموعات جيد لحد ما. ماتش بلجيكا كان مباراة ممتازة. ماتش نيوزيلندا الشوط التاني عملناه بشكل كويس. إيران ما ظهرناش بشكل كويس أكيد، لكن إن شاء الله في ماتش أستراليا نلعب، نحضر كويس، نلعب بأقصى مجهود عندنا عشان نوصل دور 16، عشان يبقى إنجاز تاريخي للمنتخب وحسام حسن. نلعب إزاي قدام أستراليا؟ أستراليا منتخب متوازن، منتخب عنده خطة محكمة بيلعب بيها، بيقفل ورا، بيلعب بخمسة ورا، بيعتمد على الوينج باك الشمال اللي هو ساعات بيلعب وينج الناحية التانية برضو ناحية اليمين عشان هو أشول، فساعات بيستغله إذا وينج ناحية اليمين، زي في ماتش الأخراني في باراجواي، وأول ماتشين لعب بيه وينج باك ليفت. ده الفرقة كلها بتدور حواليه، بيدوروا عليه عشان يبدأوا بيه الهجمة. ليه؟ لأن الجزء الدفاعي بتاع أستراليا كله لعيبة كرتها على قدها، أطوال كلهم ما شاء الله، كلهم متر و90 مترين. دول طبعا في الكرات العرضية، مع منتخبنا اللي هو عنده مشكلة في الكرات العرضية طبعا هتبقى مشكلة كبيرة. لكن الاعتماد الهجومي اكتر على بص اللي هو الوينج باك الشمال، او اللي هو ساعات بيقلب بيبقى وينج باك يمين عشان يطلع بانطلاقاته ويعدل بشماله ويخش على المرمى. في مين تاني؟ طبعا المهاجم او الوينج بتاعهم ايران كوندا، ده بيلعب قدام وجنبه توريه المهاجم الوحيد اللي بيلعب في الفرقة. ايران كوندا خطورته في ايه؟ خطورته ان هو وتوريه بيلعبوا لا مركزية. توريه بيفتح له مساحات، بيروح على اليمين والشمال، مش ما بيلعبش راس حربة تارجت يعني، لا بيفتح خطوط عشان يدخل ايران كوندا بسرعته. وده حصل في المباراة الأولانية قدام تركيا، وأحرز هدف بمهارة عالية، دخل من الناحية الشمال، اخترق ودخل أحرز هدف. فأنت مشكلتك هتبقى في وإيران كوندا، وطبعا الكور الثابتة. ده غير كده ان هم كمان بيعتمدوا على الشوط من التسديدات بتاعتهم. معظم اللعيبة بتاعت نص الملعب بتسدد، بيلعبوا على النقطة دي. لو لعبتهم بنفس الشكل بتاع تركيا هيهاجموك وممكن يسجلوا من الهجمات المرتدة، وفعلا ده اللي حصل، لان تركيا كانت ماسكة الماتش كله، لكن هم هجمات المرتدة أسفرت على ان هم جابوا جونين، واحدة مهارة عالية من إيران كوندا، والتانية تسديدة خارج منطقة الجزاء زي ما قلت لك. بيلعبوا على ايه؟ هم بيطلعوا بالهجمة بكرة طولية، طبعا هيستغلوا السرعات بتاعة ايران كوندا من خلال ايه؟ اول ما بيطلعوا بالكرة بيدوروا على عشان هو اللي يطلع بالهجمة. فطبعا لازم يبقى احنا هنلعب زون، مكان لازم يبقى اي حد موجود في الناحية بتاعته بيضغط عليه، لان هو زي ما قلت لك ممكن يلعبك وينج باك ليفت، او باك وينج رايت امام الوينج باك. فده لازم يبقى ممسوك، وحد في الزوم بتاعه يبقى قافل عليه كويس. وطبعا ايران كوندا ما تدلوش مساحات، فاحنا نلعب زون، نقفل، نفاجئهم بان احنا بدل ما نهاجم ويبقى نديلهم المساحات اللي هم عايزينها، احنا هنقفل زي ما احنا، فيبقى عندهم نفس المشكله اللي احنا بنواجهها لما حد بيقفل علينا، يعني ان هم بيلعبوا بشكل مشابه، بيقفلوا وبيلعبوا على الهجمات المرتده. تركيا لعبتهم قلت لك زي ما قلت لك، لعبتهم بشكل هجومي وبقت تهاجم وتسيب لهم مساحات، فضربوها بالهجمات المرتده. امريكا عملت ايه بقى؟ امريكا عملت زون، قفلت، فتحت الملعب
لما بيجوا يهاجموا بقى فتحوا الملعب بالوينجات بتاعتهم عشان يفتحوا التكتل اللي هم عاملينه. هم بيلعبوا بخمسة، بيرص اللعيبة الطويلة بتاعته دي في قلب المنطقة، فطبعا بتبقى الدنيا ما تلعبش بالعمق، لان انا لعبت في العمق كل الكرات هتبقى بالنسبه لهم سهله جدا، في اطوال، في تكتل في نص المنطقه، فطبعا مش هتعرف تعمل حاجه. انت تفتح المساحات بالوينجات بتاعتك، اذا كانت صلاح ومرموش او صلاح وتريزيجيه، على اساس احنا هنلعب بايه، بس انا بفضل صلاح ومرموش في اول الماتش. وزيكو تبقى تفهمه ان هو يلعب برضو، يفتح الخطوط زي ما رينكوندا بيعمل عندهم. احنا يبقى عندنا زيكو هو اللي بيفتح الخطوط، يجي على اليمين والشمال عشان يفتح المساحات لمرموش وصلاح. وده فعلا اللي امريكا عملته، وتفضل ليه بوتيتشينو لعبهم بشكل ممتاز، كان قاري الملعب بشكل كويس، وبدأ يهاجمهم من الجناب، وفعلا جاب الجون الاولاني من الجنب الايسر. ده كان اول جون دخل فيهم عن طريق امريكا جابت الجون التاني ازاي؟ نقطة الضعف التانية اللي هم بيعملوها في الكرات الثابتة. هم في الكرات الثابتة بيرصوا اللعيبة الأطوال دي برضو في منطقة الجزاء، فطبعا انت اي اوفر هتلعبه هم هيبقوا التفوق ليهم، احنا ما عندناش الأطوال دي، فالموضوع هيبقى صعب جدا. هو عمل ايه؟ حط لاعب من اللعيبة اللي بتجيد التسديد على منطقة البوكس، فبدل ما تلعب الاوفر بترجع الكرة لورا، اللي واقف على منطقة البوكس ده بيبقى من اللعيبة اللي بتسدد كويس، يسدد الكرة. نزلت من الجون، وقدروا ان هم بالكرة التانية يحرزوها هدف. فهي دي الكرة التانية اللي نقدر نلعب عليها. يبقى احنا نفتح المساحات ونلعب على الوينجات عشان نفضي التكتل اللي هو في النص ده. وهم لو فكيت التكتل اللي في نص الملعب ده، هتقدر تخش بمنتهى السهولة، لان هم كورتهم مش حلوة في المنطقة الدفاعية، ونقدر نحرز هدف من الجناب. وفي نفس الوقت تحط مثلا واحد زي امام عاشور او محمود صابر في الكرات العرضية على منطقة البوكس عشان الكرة التانية، او ان انت تلعب له مباشرة من الكورنر ويقدر يسدد ويحرز هدف. دي الكورتين اللي احنا ممكن نلعب عليهم خلال الماتش. طبعا الناحية الدفاعية بتاعتنا هنلعب زون، لازم نقفل وما نسيب لهمش مساحات، لان هم لعيبه صراع ويجيدوا التسديد. الخطه تمشي كالتالي. انا شايف ان نص الملعب بما انهم بيوقفوا ورا، فانت ممكن ما تلعبش ب2-6، يعني تلعب بالخطه اللي بدات بيها في ماتش ايران، اللي هي مروان، وتبقى جنبه محمود صابر وقدامه امام عاشور. تعمل كده ليه؟ لان هيبقى عندك 2 محمود صابر وامام عاشور، تستغل موضوع التسديد اللي من بره، ويبقى عندك الوينجات طبعا زي ما قلنا صلاح ومرموش، وقدام زيكو، ونبلغ زيكو ان ما يقفش في منطقة الجزاء، يبقى بينقل يمين وشمال عشان يفتح مساحات لمرموش وصلاح. دي الخطة اللي نقدر نلعب بيها قدام استراليا، وان شاء الله تجيب نتيجة. اخر نقطة محتاجين نتكلم فيها، بلاش فاولات على منطقة الجزاء. رانكوندا بيلعب الضربات الحرة بشكل ممتاز، وبيجيب اجوان كتير مع واتفورد من خلالها، بيجيد التسديد بشكل كويس جدا. ان شاء الله لو عملنا كل النقط دي هيبقى الفوز من نصيبنا، ويبقى في تركيز اتمنى من صلاح ومرموش وامام عاشور في التسديد هو ومحمود صابر، لان دول هيبقوا مفتاح الفوز باذن الله. اخر حاجة، بص ما يتسابش اي منطقة هو بيلعب فيها، يبقى الزوم بتاعه ده ما تسيبلوش مساحات، زي ما لعبنا على دوكو نلعب على بص ان شاء الله. بس كده، دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة، وان شاء الله نتقابل واحنا متأهلين لدور 16 ونشوف هنلعب ميسي ازاي. شكرا، السلام عليكم.